كذا بنت بتدور على نفسها، مش لاقياها، او تايهه كده مش عارفه تبدا منين، او تحقق ذاتها ازاي. تحقيق الذات او ان انا الاقي نفسي في الحياه ليها طرق كتير قوي، بس في طريقين، طريق معروف وباين وواضح، انك تنجحي، انك تشتغلي، انك تتعبي، انك يبقى ليكي مكانة، انك تتثقفي، انك تقري، انك توصلي اللي انت عايزاه، انك تحوشي ويكون معاكي فلوس في البنك، انك تكوني شخص ناجح في حياته الاجتماعية. في طرق كتير، لكن في طريق احنا طلعنا ما نعرفوش، والكلمتين اللي انا هقولهم لك دول مش كلمتين في الهوا وما بسبكيش، جربيهم. لما تجربيهم او لو جربتيهم هتلاقي فيهم حاجة صح. تعالي بقى هنا كده، علم برضو. تحقيق الذات او ان انت تلاقي نفسك قلنا فيها او ليها طرق كتير زي ما قلنا دلوقتي، منها واللي احنا ما كناش نعرفه هو مساعدة الغير. تعالي بقى، تعالي بس ما تقعديش تقولي بقى ايه اي كلام اللي انت بتقوليه ده، لا 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 مش بقول اي كلام. تعالي، العلم بيقول لما حضرتك هتساعدي غيرك هينتج عنه مشاعر الرضا والسعادة والطاقة الإيجابية. إزاي؟ لأنه اللي يعرف بلاوي غيره تهون عليه بلوته، واللي يعرف مشاكل غيره تهون عليه مشكلته. فلو حضرتك بتساعدي حد مشكلته أو مشكلتها أكبر من مشكلتك بكتير، انت كل خناقتك مثلا النهاردة مع مامتك ان انت عايزة تقنعيها ان انت تخرجي مع أصحابك، فتروحي لحد لواحدة أو واحد مش مشكلتهم أكبر من مشكلتك بمراحل، فلسوا واتطردوا من البيت، وانت بتساعديهم هتفهمي انه مشكلتك الكبيرة العظيمة دي قد كده بالنسبة للناس أو مشاكل الناس التانية، فتقل عندك المشكلة، فتقولي الحمد لله رب العالمين، تشعري بالرضا والسعادة وتلاقي طاقة إيجابية جدا فجأة نطت عندك، لأنه يا نهار أبيض أنا مشكلتي أنا اللي أنا كنت مكبراها قوي بالنسبة للناس التانيين ولا أي حاجة. 2، لما أنا هساعد غيري هيحصل حاجة كده اوتوماتيكلي او يعني بالطبيعه اسمها الانتماء. اللي كنت بتكلم فيها امبارح، ازاي تكوني صداقات الانتماء، فهتلاقي الناس اللي حواليكي عندها انتماء ليكي، فلما حضرتك هتيجي لا قدر الله تقعي هتلاقي حد بيسندك ويقف في ظهرك لانه عنده انتماء ليكي. 3، مساعده الناس التانيه بتديكي احساس بقيمتك. ليه؟ لأنه لما حضرتك هتقرري تساعديني فأنا هبقى هدف تارجت، وكل ما الشخص بيحقق هدف في حياته، كل ما بيحقق تارجت في حياته بيوصل للي هو عايزه، بتزيد عنده إحساسه بثقته بنفسه. هو ميزان، هي ماشية كده، فحققتي هدفك، ساعدتيني، ثقتك زادت، فحصل ايه؟ فجأة زي ما بيقولوا السلف ستيم عندي بيزيد. 4، بتقوي. ليه بتقوي؟ لما بتساعدي الناس اللي حواليكي او بتساعدي اشخاص حتى ما تعرفيهمش. ليه بقى بتقوي؟ لانه احنا مش عبارة عن خبراتنا، احنا عبارة عن خبرات حياتية. خبرتي وخبرتك، أنا بعرف خبرة حضرتك منين؟ لما انغمس في المشكلة، لما أدخل في مشكلتك وأساعدك. فلما بدخل في مشكلتك وأساعدك، أنتي مثلا اتنصب عليكي، أنا ما اتنصبش عليا مثلا طول حياتي، بس أنا بقى عندي خبرة النصب. ليه؟ لأن أنا كنت معاكي في المشكلة وساعدتك إن أنتي تعديها وأنتي بيتنصب عليكي. فيحصل إيه؟
يحصل انه حضرتك تكتسبي خبرات حياتيه وانتي بتساعدي الاخرين. فيحصل ايه؟ يعمل لك ثقل في شخصيتك، يتقلها. فيقول لك البنت دي او الست دي ساعات مش سهله. مش سهله ليه يا عم؟ ده من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، ده من الجامعه للبيت ومن البيت للجامعه. لان دماغها تقيله. دماغك هتتقل من عوامل كتير قوي، منها مساعده الاخرين. 5، الثواب اللي انت بتاخديه عليه بساعد غيري. قضاء الحوائج. غير متعة، المتعة واللذة اللي انت هتحسي بيها وهتستمتعي بيها وهتملاكي بكتير من النشوة والفخر والسعادة وانتي بتساعدي الغير. كل اللي انا قلته ده يعمل ايه؟ يزيد ثقتك بنفسك، تلاقي نفسك في مساعدة الناس. يقوم ده يعمل ايه؟ يزقك لقدام، تقومي يبقى عندك قدرة انك تشتغلي، انك تنجحي، انك تتطوري، انك تعملي حاجات جديدة. انا بساعد ساره ونهى وسهى ومحمد وعوضين ومحمود، ده عايز فانا بلم له من اصحابي لا قدر الله لو عنده ضائقه ماديه، دي عايزه شغل بكلم لها خالي ولا عمي ولا عمتي، دي محتاجه اروح معاها للدكتور، دي اعمل مش عارفه ايه. خبرات حياتيه ونشوه وسعاده تعمل ايه؟ تعمل لك تقل وتزقك لقدام. فانا النهارده الصبح انزل اروح شغلي وانا على وشي ابتسامه. ليه؟ راضيه نفسي وراضيه ربي وراضيه امي او ابويا او الناس اللي حواليا وراضيه نفسي وبساعد المجتمع، بساعد الناس. فيتقلك. ساعات كتير قوي انا بدرس يعني في الطريق كده، يعني مش عايزه اقول امتى وبتاع، لكن ليه انا يعني بعرف ارد شويه، لاني بقيت بقرا مشاكل طول النهار واحاول احل هنا واحاول احل هنا. فبقى بيحصل، ما هو اصلا مش معقوله اكون انا مريت بكل الخبرات دي ولا كل التجارب دي، خيانه ومش عارفه ايه وايه وايه وايه. مش طبيعي، هو ده مش طبيعي. مذاكره غير بقى المذاكره، ان انا بقعد افكر مع الناس هنعمل ايه. فلما نحل يزيد او ازيد خبره، فيبقى عندي حاجات شبه حاجات، فلما يجي لي حاجه شبهها اعرف اتكلم فيها، وهكذا وهكذا وهكذا. مع مساعده الناس مهم جدا ان انت تكوني بتساعدي نفسك، لان مساعده النفس هي الاساس. ساعدي نفسك مع مساعده الناس، الدنيا هتبقى زي الفل. وانا لابسه الجنجه كده ولما لكم شعري وعامله فيها ماري انطوانيت وحاجه، حالتي غريبه جدا النهارده، بس ان شاء الله هتعدي كده وان شاء الله هيعجبكم اللوك ان شاء الله باذن الله. حشتوني قد الدنيا، حشتوني قد العالم كله، توحشوني كل يوم. بدخل على الصفحه وبشوف انتوا بتقولوا ايه ما بتقولوش ايه، وايه اللي عاجبكم ايه اللي مش عاجبكم، طول الوقت بنشتغل على ده.